السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. بصوا يا بنات، هنعمل مع بعض القرص الملدنة دي، اللي هي ايه، لا طرية قوي ولا ناشفة قوي، اللي كانت بتعملها زمان امي وامك وستي وستك. قرص ملدنة كده جميلة جدا جدا، تاكلها بكوباية شاي، تاكلها بكوباية لبن، يا سلام. بترجعك لك ذكريات زمان الحلوة. ما شاء الله، قرص زي العسل، هي لا طرية قوي ولا هشة قوي. القرص الحلوة دي بتاعت زمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. زي ما انت دوكا كده ايه شايفين. وكمان وقعنا في غلطة في العجينة، هقول لكم عملناها عالجناها ازاي لو وقعت فيها او جت معاكي. انا معاي كده حبه من اللبن، زي ما انت كده شايفين، نسيناها بره التلاجة. نرميها؟ طبعا لا، ما نرميهاش، نعجن بيها حبه القرص دي الجميله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا جبت كيلو من الدقيق كده، زي ما انت كده شايفين. حطيت له معلقه من الخميره، حطيت له معلقتين من السكر، نص معلقه، ربع معلقه من البيكنج باودر. ركزي معايا، ربع معلقه من البيكنج باودر. حطينا رشه الملح، وعجننا زي ما انت كده شايفين باللبن، اللي هو اللبن القاطع. وهنحط 4 معالق من الزيت نلم بيها العجينه. هنحط ايه، 4 معالق من الزيت نلم العجينة. لا حطينا سمنة ولا حطينا زبدة ولا حطينا اي حاجة. عجينة اقتصادية جدا جدا ما شاء الله، زي ما انت كده شايفين. وبص العجينة معايا، العجينة كده ايه، لا طرية قوي ولا ناشفة قوي، زي ما انت كده شايفين. ما شاء الله يعني. وايه الغلطة اللي انت وقعت فيها؟ هقول لك، واحنا كده جايين ماشيين مع بعضنا كده في الفيديو، هتشوفيها معاي بالصوت والصورة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس لو وصلنا لحد هنا كده في الفيديو، ما تنسنيش بالله عليك باللايك، لان اللايك بيرفع الفيديو ويخلي اكبر ناس او اكبر عدد من الناس يشوفوا اليوتيوب يقترحوا. والاشتراك، لو مش مشتركة عندي كده اشتركي عندي كده وفعلي زر الاشعار عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله باذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصي يا بنات، احنا هنفضل نعجن فيها كده، ناخد وندي كده فيها بشكل ودي لحد العجينه ايه، ما تنعم كده معانا وتتخدم معانا تبقى حلوه. كل العجينه ما تعجنيها كده وتنعم معاكي، تديكي نتيجه احلى، وتديكي ما شاء الله كده طراوه كده، وانت بتشكلي فيها تبقى حاجه جميله جدا جدا ما شاء الله. هنتن كده الطبقه معانا دهنه من الزيت او البوله، وهنحط فيها العجينه زي ما انت كده شايفين اهي. لحد هنا كده كل حاجه ماشيه تمام وزي العسل، زي ما انت كده شايفين. ما شاء الله العجينه حلوه وزي العسل كده، زي ما انت كده شايفين. هنحط لها كيس كده يا بنات، كيس تلاجة كده او الموجود عندك، او استرتش، وبعد كده نغطيها كده بحته ونعينها لحد ما تختمر. بعد كده هنجيب العجوه بتاعتنا، نحط لها معلقه من السمسم او معلقتين من السمسم زي ما تحبي، وهنعجنهم في بعضهم. العجوه دي يا بنات انا فرماها عندي وشايلها في الفريزر، لما بعوز منها بطلع واستخدمها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ايه الغلطه اللي انت وقعت فيها؟ واصبري عليا بس، احنا جايين ادينا اهو في السكه كده مع بعضينا وماشيين مع بعض، وهتشوفيها بعينك اهي بعد ما نشكل الكرات بتاعت العجوه. دهنت ايدي كده دهنه من الزيت كده، وهشكل الكرات دي كده من العجوه. انا مش هكتر من الكور العجوه، لان انا هعمل بالعجوه، هعمل ساده، لان في طرف بيحب بالعجوه، في طرف ما بيحبش بالعجوه، بيحب ياكله كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. عملنا قرص بالعجوه، عملنا قرص من غير العجوه. هبص يا بنات، انا سبت العجينه كده يا بنات لحد ما اختمرت زياده عن اللزوم خالص كده، لحد ما ساحت مني، الجو حر خالص ونسيت احطها في التلاجة. طب بتنساها ليه كده يا ام مصطفى؟ طب علينا ضيف عزيز علينا كده، وقعدنا طبعا نضيفه، فنسينا العجينة، نسيناها خالص، نسينا نحطها في التلاجة، ونسينا ان احنا ايه خالص نهائي كده، احنا نعينها مع بعيد عن المطبخ، لان المطبخ بيبقى سخن. نسينا نحطها في التلاجة، لو حطيناها في التلاجة ما كانتش صحت كده يا بنات. المهم نرميها؟ لا، ما نرميهاش طبعا. قعدنا عيناها كده، جبنا لها حبة من الدقيق كده لحد ما عيناها، وادتنا
المنظر اللي انتوا شايفينه كده او السمك اللي انتوا شايفينه قدام عينكم كده. طب استنى تختمر تاني؟ لا لا لا، اوعى تستني تختمر تاني، الجو حر وانت بتشكلي فيها كده هتلاقيها اختمرت معاكي، لانها ده اختمرت باللي ما فيه الكفايه. طب طعمها والله جميل جدا جدا ما شاء الله، ما تخافيش منها، لان انا حاطه لها معلقه من الخميره واحده بس، مش مكتره فيها الخميره، لا طالع فيها ريحه خميره وطلع فيها اي حاجه. جميله جدا جدا ما شاء الله. هنشكلها كلها كور كده، بس شكلها على السريع حلا 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 كده، عشان ما تختمرش منك زيادة عن اللزوم تاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. اوعى تنسي تحط اللايك بتاعك يا عسل بايدك الحلوه دي كده. بصي يا بنات، احنا شكلناهم كلهم زي ما انتوا شايفين كده، كرات كده زي ما انتوا شايفين، وغطيناهم عشان ما نشافوش مننا. الاول هنشكل العجوه كده عشان نشتغل على طول سريع سريع. انا بشتغل معكم والله كده على طبيعتي خالص، لا بعمل اي حاجه في الفيديو ولا اي حاجه، مفيش غير يا دوب الفيديو بصوره واجمعه وبنزله لكم زي ما هو كده بحذافيره، لا بحوش منه ولا بقص منه ولا بعمل منه اي حاجه، زي ما انتوا كده شايفين على الطبيعه خالص. حطيت نقطه من الزيت وهفرد العجوه معاكم اهو كده، زي ما تكونوا عايشين معي كده في البيت وانا شغاله فيه اهو. بصوا يا بنات ما شاء الله. شكلنا كده حبة من العجوة كده زي ما انتوا كده شايفين، وهنجيب كده حبة من القرص اللي هنعملها بالعجوة. بفرد كده من الطروف، ما بفردش من النص، وبحط العجوة اللي انا فردتها كده، وبعض الطروف دي كده بتنيها كده فوق العجوة كده، عشان النص كده ما يرقش مني والعجوة تبان مني من الجنب التاني او الوش كده يعني. لا، لازم العجينة تبقى العجوة كده مغطياها كلها وتبقى متساوية زي ما انتوا كده شايفين اهو. شايفين ما شاء الله اهي، شايفين حلوة قوي، جميلة جدا جدا، ريحتها والله ما اقولكوش، ريحتها جميلة جدا جدا، خرافة كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. هنقصها بالمقص كده، نشكلها زي ما انتوا كده شايفين تدينا الشكل الجميل كده عشان الاولاد يفرحوا بيها كده اهو. تشكيلة كده نقصها من هنا كده زي علامة اكس كده، بعد كده نيجي راجعين قصينها كده تاني اهو. اهو كده سهلة جدا جدا جدا. هنعمل حبة كده وحبة من غير ما نقصها. هنعمل كمان واحدة معاكم تاني وبعد كده شكلهم مع نفسي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. بالله عليك لو ما حطيت اللايك لا تحط اللايك. بصي يا بنات، عشان الفيديو كده يترفع كده واليوتيوب يقترحه. بصي يا بنات سهل جدا جدا ما شاء الله. تفردي كده الطروف كده وبعد كده تلميهم كده على العجوة وتبططيها كده من الجنب كده، بعد كده قلبها الناحية التانية كده، تديها بط كده كويس كده، تفرديها كده فردة كويسة اهو كده، وتيجي عاملاها بالمقص تطلع جميلة جدا جدا. بس تتهني الترابيزة او السطح العمل اللي بتشتغلي بيه، تتهنيه بنقطة من الزيت. بصوا يا بنات ما شاء الله زي ما انتوا كده شايفين اهو، حاجة جميلة جدا جدا. بدل ما نشوف القرصة بنروح بنشتريها بايه، بنشتري القرصة ب5 جنيه، وفي اماكن اغلى زي ما انتوا كده شايفين. شايفة القرصة دي تعملها في البيت بايدك اهو. شايفين ممكن الاولاد تعمل المدارس، الاولاد تاخد معاها في المدرسة القرص بالعجوة دي، ما شاء الله مغذية وحلوة قوي. بعدين شكلناها زي ما انتوا كده شايفين يا بنات اهو. عملنا بالعجوة وعملنا من غير العجوة وعملنا بالسمسم وعملنا من غير السمسم ما شاء الله. كده هنجيب بيضة كده، انا هجيب بيضة كاملة، مش صفار، بيضة كاملة، وهحط لها معلقة من السمنة كده واضربها ببعض، اضربها كده ضربة حلوة كده ببعضيها، وهتن بها وش الفطائر بتاعها وش القرص بتاعتي زي ما انتوا كده شايفين. في الوقت ده اللي انا بتنبيه كده طبعا مشغلة الفرن عشان تسخن واحط فيها القرص بتاعتنا. بس احنا ايه اللي هيخليها تبقى ملدنه، هنقرص عليها شويه في التسويه. لو مش عايزاها تبقى ملدنه ما تقرصيش عليها في التسويه، يا دوبت وشها كده ياخد لون وتطلعها على طول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طلعت بالجمال ده اللي انتوا شايفينه، جميله جدا جدا ما شاء الله. تتمني تاكلي كده بكوبايه شاي او كوبايه لبن، الله بكوبايه اللبن ما شاء الله يعني. يلا ما تنسوناش بلايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسيبكم في رعايه الله.